واش عمرك تسائلتي مع راساتك علاش الحب كيبان في البداية بحال الجنة، ولكن مرات كيولي بحال السجن؟ علاش كنكونوا مستعدين نعطيو كلشي لشي واحد حتى إذا كان كيجرحنا؟ واش الحب غير إحساس ولا شي حاجة أعمق كتحكم فيها النفس ديالنا بلا ما نحسو؟ الحب هو واحد كلمة صغيرة ولكن وراها عالم كبير من المشاعر، تناقضات وحتى الألم. الإنسان كيحلم يلقى شي واحد يفهمو، يسمع ليه ويحس بالأمان معاه، ولكن في بزاف ديال المرات الحب ما كيكونش غير ود واهتمام، مرات كيكون خوف، تعلق وحتى صراع داخلي. علاش كنطيحو في الحب؟ وعلاش شي علاقات كتعطينا القوة والسعادة وشي علاقات أخرى كتستنزفنا وكتخلينا نضيعو راسنا؟ في هاد الفيديو غادي نحاولوا نفهموا الحب ماشي غير كقصة رومانسية، ولكن كظاهرة نفسية وإنسانية معقدة. كيفاش كيتشكل الحب داخل النفس ديالنا، وعلاش بعض المرات كنحبوا أشخاص يمكن ما كيكونوش مناسبين لينا، حيت الحب ماشي غير لقاء بين جوج ديال الناس. الحب مرات كيكون لقاء بين جوج ديال الجروح، جوج ديال الحكايات وجوج ديال القلوب اللي باغيين يتحسوا انهم ماشي بوحدهم. باش نفهموا الحب عند سيغموند فرويد خاصنا نرجعوا لواحد الفكرة أساسية عنده. فرويد كان كيقول أن الحب ماشي غير شعور جميل كيوقع فجأة، ولكن هو نتيجة ديال رغبات عميقة في العقل اللاواعي ديال الإنسان. إلا بينا نفهموا الحب عند فرويد خاصنا ضروري الرجوع لطفولة الإنسان. فرويد كان كيشوف أن أول تجربة ديال الحب في حياة الإنسان كتكون مع الوالدين، خصوصا الأم. الطفل الصغير كيحس بالأمان، بالحنان والحب من عند الأم، وهذا الإحساس كيبقى مطبوع في النفس ديالو. من بعد مني كيولي الإنسان كبير، العقل اللاواعي ديالو كيبقى يقلب على نفس الإحساس ديال الطمأنينة والحماية. يعني حسب فرويد إنسان مرات ما كيحبش الشخص اللي قدامه فقط، ولكن كيحب الإحساس اللي كان كيحسه في طفولته. الحب كإسقاط نفسي. فرويد كان كيقول أيضا أن الإنسان كيوقع في الحب حيث كيبدا يسقط رغباته والصورة المثالية على الشخص الآخر. يعني الشخص اللي قدامنا ما كيكونش بالضرورة مثالي، ولكن العقل ديالنا كيرسم فيه الصورة اللي بغينا نلقاوها. مثلا شي واحد ممكن يشوف شريكته الحنان، الأمان، التفهم، حتى إلا كانت في الحقيقة إنسانة عادية فيها عيوب بحال أي واحد. الحب هنا كيكون بحال وهم جميل كيخلينا نشوفو الشخص بطريقة مختلفة. التعلق العاطفي القوي. فرويد كان كيشوف أن الحب القوي بزاف المرات كيكون مرتبط بالحاجة النفسية. يعني كل ما كان الإنسان حاس بنقص عاطفي، كل ما كان احتمال أنه يتعلق بشخص آخر بشكل قوي. لهذا كنلقاو بعض العلاقات فيها تعلق كبير لدرجة أن الإنسان كيحس أنه ما قادرش يعيش بلا الشخص الآخر. مثال من الواقع، تخيل معايا واحد البنت كبرت في دار ما فيهاش حنان بزاف، أب كان صارم بزاف وما كانش كيعبر على الحب ديالو. ملي كبرت لقات واحد الراجل كيحميها وكيبان قوي. في البداية حست معاه بالراحة كبيرة وكأنها لقات الأمان اللي ما لقاتوش في طفولتها، ولكن مع الوقت بان بأن هاد الرجل متحكم وقاسي. الغريب هو أن هاد البنت بقات متعلقة به بزاف وما قدرش تبعد عليه. حسب التحليل فرويد السبب ممكن يكون أن اللاوعي ديالها ربط الحب بصورة الأب القوي. يعني هي ماشي غير كتحب هذا الرجل، هي في الحقيقة كتعيش محاولة اللاواعية باش تعالج الجرح القديم ديال الطفولة. فرويد كان كيقول فكرة صادمة شوية، الإنسان مرات ما كيختارش شريك الحياة بعقله ولكن بجروحه القديمة. يعني بعض العلاقات العاطفية ماشي صدفة، ولكن إعادة تمثيل لقصص قديمة عشناها في طفولتنا.
لهذا مرات كنطيحوا في الحب مع نفس النوع ديال الأشخاص حتى إلا كانوا كيألمونا. بالنسبة لكارل يونغ، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نعرفوا باللي يونغ ما كانش كيشوف الحب غير كعاطفة بين جوج ديال الناس، ولكن كان كيشوفو كرحلة نفسية عميقة كيتلقاو فيها الوعي واللاوعي. يعني الحب عند يونغ ماشي غير أنا عجبني هاد الشخص، ولكن هو لقاء بين أجزاء خفية داخل النفس ديالنا. الحب كمرآة للنفس. يونغ كان كيقول واحد الفكرة عميقة: الإنسان ملي كيوقع في الحب غالبا كيشوف في الشخص الآخر صورة من نفسه. يعني كنلقى شي واحد فيه صفات اللي نفسنا العميقة كتبحث عليها. مثلا إنسان منطوي وهادئ ممكن ينجذب شخص جريء ومنفتح. علاش؟ حيت اللاوعي ديالو كيشوف داك الشخص الجزء اللي ناقص فيه. الحب هنا كيولي بحال مرآة كنشوفو فيها إمكانيات النفس ديالنا اللي معشناهاش. فكرة الأنيما والأنيموس، واحدة من أشهر الأفكار عند يونغ هي أن كل إنسان فيه جانب ذكوري وجانب أنثوي نفسيا. الرجل في صورة أنثوية داخل النفس ديالو سماها الأنيما، والمرأة فيها صورة ذكورية داخل النفس ديالها سماها الأنيموس. مني كنطيحو في الحب مرات ما كنحبوش الشخص الحقيقي، ولكن كنحبو الصورة النفسية اللي كتشبه هاد الجزء الداخلي. لهذا في البداية ديال الحب كيكون إحساس قوي بزاف، حيت الإنسان كيحس كأنه لقى النصف ديالو الضائع، ولكن مع الوقت الواقع كيبان، كيولي يبان لينا أن الشخص الحقيقي مختلف شوية على الصورة اللي رسمناها. لماذا يتحول الحب أحيانا إلى صراع؟ يونغ كان كيقول أن الحب في البداية كيكون فيه إسقاط، يعني كنسقطو أحلامنا رغباتنا وحتى خيالنا على الشخص الآخر. ولكن مني كدوز الشهور أو السنوات هاد الإسقاطات كيبداو كيتكسروا. هنا كيوقع واحد من جوج أمور: يا إما العلاقة كتولي أعمق أكثر واقعية، يا إما كيوقع صراع وخيبة أمل، حيت الإنسان كيكتشف أن الشريك ماشي هو الصورة المثالية اللي كان متخيل. مثال من الواقع: تخيل معايا واحد الشاب كان هادئ بزاف وخجول، دائما كان كيبان ضعيف في التعبير على راسو. نهار تعرف على بنت قوية الشخصية كتقول رأيها بصراحة وما كتخافش من الناس، وقع في حبها بسرعة كبيرة. كان كيقول هي مختلفة، هي قوية، هي اللي كنت كنقلب عليها. لكن بعد مدة بدا كيحس أنها كتحكم فيه بزاف، بدا الصراع بيناتهم. حسب تحليل يونغ اللي وقع هو أن الشاب كان منجذب لهاد البنت لأنها كانت كتمثل القوة اللي ناقصة فيه. يعني هو ما كانش غير كيشوفها هي، كان كيشوف الجزء القوي اللي داخل نفسه ولكن ما عاشوش. الفكرة العميقة عند يونغ كان كيقول أن الحب الحقيقي ماشي غير أننا نلقاو الشخص المناسب. الحب الحقيقي هو فرصة باش نعرفو نفسنا أكتر، حيت كل علاقة عاطفية كتوري لينا شنو كنخافو منه، شنو كنحتاجو، وشكون حنا في الحقيقة. لهذا الحب مرات ما كيكون سهل، ولكن كيكون واحد من أعمق التجارب النفسية في الحياة. بالنسبة لألفريد أدلر، باش نفهمو الحب عنده خصنا نعرفو باللي طريقة التحليل ديالو مختلفة على فرويد ويونغ. أدلر ما كانش كيركز بزاف على الطفولة أو اللاوعي، ولكن كان كيشوف الحب من زاوية الشعور بالنقص ورغبة في التفوق. الحب كبحث عن الكمال والتكامل. أدلر كان كيقول كل إنسان كيعاني من حس بالنقص من حاجة في حياته. ممكن يكون نقص في الثقة في النفس، نقص في العاطفة والحب، أو نقص في المكانة الاجتماعية. هاد الإحساس بالنقص كيدفع الإنسان باش يقلب على شخص يكمله. يعني الحب عند أدلر ماشي غير إعجاب، ولكن رغبة في شي حد يعطينا اللي كنحسو أننا ناقصنا. الحب كطريقة لتعويض الذات.
مثلا شي شخص ديما كيحس أنه ماشي محبوب في العائلة ديالو أو ما كيعرفش يفرض نفسه، كيولي يبحث على الشريك في الحب يعطيه اهتمام اللي ملقاش، الدعم اللي كان محتاجه وحتى الإحساس بالقيمة. يعني مرات الإنسان كيعطي بزاف في العلاقة باش يعوض النقص الداخلي ديالو بلا ما يكون واعي بهذا الشيء. الحب الصحي مقابل الحب المدمر. أدلر كان كيقول أن الحب الصحي هو اللي كيخلي الإنسان ينمو ويزيد قوة الشخصية ويحس بالثقة في النفس. الحب المدمر أو التعلق المفرط هو اللي كيخلي الإنسان غارق في الشريك، كيحاول يعوض كل نقائصه عن طريق الآخر فقط، وهذا الشيء كيدمر العلاقة في الأخير. مثال من الواقع، تخيل معايا واحد الشاب كبر في دار ما كانوش كيحتفلوا بالنجاحات ديالو، دايما مقارنة مع خوه، دائما كان كيحس انه ماشي ناجح كفاية وما كيستحقش الحب والاهتمام. ملي تعرف على بنت مهتمة بيه بزاف بدا كيتعلق بيها بسرعة، حس بالحب اللي ما عمره ما حس به من قبل، وبدا كيعطيها كل شيء، مرات حتى بلا حدود. أدلر كان غادي يقول هاد الحب ماشي فقط إعجاب بالشخص، ولكن محاولة تعويض الإحساس بالنقص اللي داخل النفس ديالو. الفكرة الأساسية عند أدلر، الحب عنده هو آلية نفسية للتماسك الشخصي والتكامل الذاتي، يعني ماشي غير شعور، ولكن فرصة الإنسان باش يتغلب على الشعور النقص ويبني ثقة بالنفس. بالنسبة لإيريك فروم، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نعرفوا باللي الحب عنده ماشي غير شعور مؤقت أو انجذاب عاطفي. فروم كيشوف الحب بحال فن وفلسفة ديال الحياة نفسها، كيحتاج تدريب ووعي ومجهود مستمر باش ينجح. الحب ماشي مجرد إحساس. فروم كان كيقول الناس كيشوفوا الحب غالبا بحال واحد الحاجة كتوقع فجأة، عجبني هاد الشخص وغادي نعيشو سعيدين، ولكن هو كان كيقول العكس، الحب حقيقي ممارسة يومية بحال أي فن أو مهارة، محتاج صبر، انضباط ووعي بالنفس. الحب كفلسفة حياة. من عنده الحب كيبان في كل شيء، كيفاش كنسمعوا الشريك ديالنا، كيفاش كنهتموا وكنحاولوا نفهموا مشاعر الآخر، كيفاش كنقلبوا على عيوبه بلا ما نحاولوا نبدلوهم. الحب الحقيقي يعني هو العطاء بدون انتظار مقابل، احترام استقلالية الآخر والتطور الشخصي ديال الطرفين. يعني الحب ماشي غير علاقة بين جوج ديال الناس، ولكن طريقة باش نعيشوا الحياة كلها بوعي ورحمة وصدق. أنواع الحب عند فروم. فروم كيقسم الحب لأربعة أنواع رئيسية. الحب الأخوي، يعني حب الناس كاملين بلا تمييز، كيجي من الشعور بالاتصال الإنساني. الحب الرومانسي، انجذاب قوي ولكن كيحتاج وعي باش يتحول لعلاقة صحية. الحب الذاتي، حب النفس، ماشي أنانية ولكن أساس باش نقدر نحب الآخرين بصدق. الحب الإلهي، شكل رمزي كيعبر على قدرة ديال الإنسان على حب كل شيء بشكل كامل ومتوازن. الفكرة الأساسية هي ما يمكنش نحب الآخرين بصدق إلا ما حبيناش راسنا أولا ونعرفوا نمارسوا الحب كفن. مثال من الواقع، تخيل معايا زوجين عاشوا سنوات طويلة مع بعضياتهم ومازال كيتبادلوا الاحترام والاهتمام، كل واحد فيهم كيحاول يفهم مشاعر الآخر ويساعدوا بعضهم باش ينمو شخصيا ومهنيا. ماشي غير الحب ديال البداية اللي كان فيه غرام وعاطفة، ولكن حب مبني على فهم، صبر وعطاء مستمر. هاد النوع ديال الحب كيخلي علاقة قوية مستمرة ومليئة بالرضا، وهو بالضبط اللي فروم كان كيهضر عليه. الحب ماشي مجرد شعور، الحب فن، تدريب وفلسفة حياة كاملة. أبراهام ماسلو، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نعرفوا باللي هو ما كانش كيركز بزاف على اللاوعي أو الصراع النفسي،
ولكن كيشوف الحب بحال حاجة مرتبطة بتحقيق الذات واحتياجات الإنسان الأساسية. الحب وهرم ديال الاحتياجات. مازلو مشهور بهرم ديال الاحتياجات: احتياجات بيولوجية اللي هي أكل شرب ونوم، واحتياجات أمنية اللي كيدخل فيها الأمان والاستقرار، واحتياجات اجتماعية اللي كيدخل فيها كل من الحب، الصداقة والتعلق، واحتياجات التقدير اللي كيدخل فيها الثقة والاحترام، وتحقيق الذات اللي كيدخل فيها الإبداع، نمو الشخصي واكتشاف الذات. الحب حسب ماسلو كيبان في المرحلة الثالثة والرابعة. إنسان كيحس بالانتماء والحب مع الناس اللي قريبين ليه، ولكن باش الحب يكون صحي ويكتمل خاص الشخص يكون متوازن، يقدر يحترم نفسه قبل ما يحترم الآخرين. الحب كجزء من تحقيق الذات. ماسلو كان كيقول الحب الحقيقي ماشي غير غرام أو انجذاب، ولكن وسيلة باش الإنسان يكبر ويحقق إمكانياته. الناس اللي كيعيشوا الحب بطريقة صحية كيقدروا يعبروا على أنفسهم بصدق، يبدعوا ويعيشوا حياة متكاملة. الحب الصحي مقابل الحب المعيق. الحب الصحي كيخلي الإنسان يكبر ويطور قدراته ويعيش انسجام مع النفس ومع الآخرين. الحب المعيق كيخلي الإنسان متعلق بشكل مفرط بالشريك، وكيوقف نموه الشخصي، وكيخليه يعتمد على الآخر باش يحس بالقيمة. مثال من الواقع: تخيل معايا واحد الشاب كيحلم يكون فنان، ولكن في طفولته ما كانوش كيشجعوه. من بعد عرف بنت كتدعمو وكتشجعو على التعبير على نفسه وعلى الإبداع ديالو. الحب اللي بيناتهم ماشي فقط إعجاب، ولكن علاقة اللي خلاتو يكتشف المواهب ديالو ويعيش حياة متكاملة. الفكرة الأساسية عند ماسلو هو أن الحب جزء من رحلة الإنسان لتحقيق الذات، ماشي غرام فقط، ولكن قوة كتمكن الإنسان ينمو ويحقق ذاته ويعيش حياة متوازنة. بالنسبة لجون بولبي، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نعرفوا باللي هو ركز على الحب كاحتياج أساسي للإنسان، خاصة من منظور الارتباط العاطفي. بالنسبة لبولبي، الحب ماشي غير شعور أو غرام، هو حاجة نفسية أساسية باش الإنسان يحس بالأمان ويكبر صحيا. الحب والارتباط العاطفي. بولبي كان كيقول أن الإنسان كيتولد وعنده حاجة قوية الاتصال بالشخص اللي كيوفر ليه الأمان، خصوصا في الطفولة. الطفل كيحتاج الأم أو الشخص اللي كيتهتم بيه باش يحس بالأمان. من خلال هذا الحب والارتباط الطفل كيتعلم يثق في العالم ويطور العلاقات المستقبلية. يعني الحب الأولي في الطفولة كيبني القدرة على الحب لاحقا في الحياة. أنماط الارتباط والحب في الكبار. بولبي أعطى تصنيف لطرق الناس في الحب حسب تجارب الطفولة: ارتباط الآمن اللي تربوا على الحب والأمان في طفولتهم كيقدروا يدخلوا في علاقات ناضجة ومتوازنة. ارتباط القلق اللي طفولتهم ما كانش فيها أمان كافي، كيوليو متعلقين بالشريك بزاف وكيخافوا من الفقدان. ارتباط المتجنب اللي طفولتهم كانت صعبة أو مهملة، كيوليو بعيدين عاطفيا وكيخافوا من الالتزام. الحب كحاجة أساسية. بولبي كان كيأكد أن الحب ماشي رفاهية، هو حاجة أساسية بحال الماكلة والماء. بلا حب الطفل كيعيش صعوبات نفسية كبيرة. كبار اللي ما تعلموش الحب الآمن في طفولتهم بعض المرات كيعانيوا في العلاقات العاطفية وكيكرروا نفس الأنماط. مثال من الواقع: تخيل معايا واحد الشاب اللي كبر في دار باردة عاطفيا، الأم ما كانش كتفرج عليه ولا كتعطيه الحنان. من بعد من اللي كبر كيطيح في علاقة حب، ولكن كيخاف يبدا يتقرب بالشريك. مرة كيحس بالحب
مرة كيبعد باش ما يتجرحش. بولبي غادي يقول هاد السلوك نتيجة ديال نمط الارتباط اللي تعلمو في طفولته. يعني الحب اليوم عنده ماشي غير شعور، هو انعكاس لتجربة الطفولة ديالو والطريقة باش كيبني الأمان الداخلي في العلاقات ديالو. دونالد وينيكوت: باش نفهمو الحب عنده خاصنا نعرفو باللي هو ركز على الجانب العاطفي والتطوري في الحب، خصوصا العلاقة بين الطفل والأم، وكيفاش هاد العلاقة كتأثر على القدرة ديال الإنسان على الحب لاحقا في الحياة. الحب كمساحة آمنة. وينيكوت كان كيأكد أن الحب الحقيقي كيحتاج مساحة آمنة. الطفل كيحتاج الأم باش تحس بيه، تحميه وتفهم احتياجاته. هاد الإحساس بالأمان كيخلي الطفل يكون نفسه ويكتشف العالم بثقة. ملي كيكبر هاد القدرة على الأمان كترجم في الحب مع الناس. إنسان كيقدر يحب بلا خوف من الرفض أو الفقدان. فكرة الوجود الصالح الأمومي. وينيكوت ابتكر مصطلح الأم الجيدة الكافية. الأم ما خاصهاش تكون مثالية، ولكن كافية باش توفر حماية، دفء ورعاية. الحب اللي الطفل كيتعلم من هاد الأم كيكون صحي ومتوازن، وكيخليه يقدر على علاقات ناضجة في الكبر. يعني الحب الحقيقي كيكبر مع تجربة الأمان والاحتواء العاطفي، وماشي فقط الانجذاب أو الرومانسية. اللعب والمرونة العاطفية. وينيكوت كان كيآمن أن الحب كيحتاج حرية التعبير عن النفس واللعب النفسي. الإنسان اللي تعلم يحب في طفولته بشكل صحي كيقدر يمرن نفسه على العطاء، المشاركة والمرونة العاطفية. الحب ماشي ثابت فقط، ولكن علاقة حية فيها نمو، فهم وابتكار عاطفي. مثال من الواقع: تخيل بنت كبرت مع أم كتوفر ليها الحنان، ولكن ماشي مثالية. الأم كانت كتسمح ليها تغلط، تلعب وتجرب الحياة بلا خوف. ملي كبرت البنت قدرت تدخل في علاقة حب متوازنة، كتقدر تعبر على مشاعرها بصراحة، كتقدر تحترم الشريك بلا تعلق زائد، كتستمتع بالعلاقة بلا خوف مستمر من الفقدان. هنا وينيكوت غادي يقول هاد الحب صحي حقيقي وقادر على النمو، لأنه مبني على أمان داخلي وتعلم الحب في طفولته. بالنسبة لإيميل دوركيم: باش نفهمو الحب عنده خاصنا نبدلو النظرة من الفرد إلى المجتمع. دوركيم ما كانش كيشوف الحب غير شعور شخصي، ولكن ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالروابط الاجتماعية والتكامل بين الناس. الحب كحاجة اجتماعية. دوركيم كان كيقول الإنسان ماشي كائن معزول، الحب كيجي من الانتماء للمجتمع، العائلة والأصدقاء. الحب كيعطي الفرد شعور بالانتماء، بالأمان وبالقيمة داخل المجتمع. يعني حتى العلاقات العاطفية خاصة كترجع جزء منها لتنظيم اجتماعي أوسع. الحب والروابط الاجتماعية. حسب دوركيم المجتمعات اللي الروابط فيها قوية كتكون فيها حب صحي أكتر. الحب ماشي مجرد انجذاب فردي، ولكن شبكة من التبادلات الاجتماعية، الدعم والثقة المتبادلة. مثلا في مجتمع فيه التضامن العائلي والأصدقاء، إنسان كيحس بالحب بسهولة والعلاقات كتكون متينة. أما المجتمعات اللي فيها عزلة أو ضعف الروابط، العلاقات العاطفية كتكون أكثر هشاشة وكتسهل الفشل. الحب والوظيفة الاجتماعية. دوركيم كان كيقول حتى الحب العاطفي كيخدم وظيفة اجتماعية، كيقوي الروابط بين الناس، كيحفز التعاون والتفاهم، وكيخلق استقرار اجتماعي. يعني الحب مش الشعور الشخصي فقط، ولكنه عنصر أساسي لبناء مجتمع صحي ومتوازن. مثال من الواقع: تخيل عائلة في حي متماسك، الأصدقاء والجيران
كيتعاونوا وكيقضيو وقت مع بعضياتهم. واحد الشاف كيشوف بنت من نفس الحي، ومع الوقت العلاقة ديالهم كتقوى لأن المحيط الاجتماعي كيدعم العلاقة. كيحسوا بالحب والأمان ماشي غير من بعضهم، ولكن حتى من الروابط الاجتماعية اللي كتحيط بيهم. هنا دوركهام غادي يقول الحب الفردي ما كيتفهمش إلا في السياق الاجتماعي، والنجاح ديالو مرتبط بقوة المجتمع والدعم اللي كيحصل عليه الفرد. بالنسبة لماكس فيبر، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نبدلوا التركيز من العاطفة الفردية إلى البعد الاجتماعي والقيمي للعلاقات. ماكس فيبر ما كانش كيشوف الحب غير شعور شخصي، ولكن كيفاش كيكون محكوم بالقيم، أعراف والهيكل الاجتماعي. الحب كظاهرة اجتماعية وقيمية. فيبر كان كيقول الحب ماشي مجرد انجذاب عاطفي، ولكنه مرتبط بالقيم الاجتماعية اللي هي الاحترام، الالتزام، المسؤولية، وحتى الزواج التقليدي. يعني طريقة الناس كيعبروا على الحب كتختلف حسب الثقافة، الدين والمجتمع اللي عايشين فيه. أنواع الحب عند فيبر حسب القيم الاجتماعية. فيبر فرق بين أنواع الحب حسب الدوافع والقيم. الحب الرومانسي كيكون مبني على العاطفة والشغف، ولكن تأثيره الاجتماعي كيبان أقل إذا ما كانش فيه التزام أو تنظيم اجتماعي. الحب العقلاني كيكون مبني على التوافق الاجتماعي، المسؤولية والواجبات المشتركة. مثلا الزواج التقليدي اللي كيكون فيه احترام القوانين والعادات. الحب المثالي كيجمع بين العاطفة والقيم الاجتماعية، كيخلي العلاقة قوية ومستقرة حيث فيها الانسجام بين المشاعر والواجبات. الحب والسلطة الاجتماعية. فيبر كان كيقول أن الحب في بعض الأحيان مرتبط بالسلطة الاجتماعية. الشخص اللي عنده مكانة أو نفوذ علاقاته العاطفية كتكون مختلفة عن الشخص آخر فقير أو ضعيف. الحب الفردي ما كيتفهمش خارج الهيكل الاجتماعي، والقوانين والقيم هي اللي كتحدد السلوك. مثال من الواقع، تخيل معايا واحد الزوجين اللي تزادوا في ثقافة محافظة. الشاب كيحب البنت من القلب، ولكن الزواج ديالهم كان مبني على اتفاق العائلة والالتزام الاجتماعي. الحب هنا ماشي فقط عاطفة، ولكنه انسجام بين المشاعر والقيم الاجتماعية. كيقدر يكون متين لأنه مدعوم من العائلة والمجتمع، وما كيتأثرش بسهولة بالمشاكل اليومية. بالنسبة لجورج ميد، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نعرفوا باللي هو ركز على تشكيل الهوية والعلاقات من خلال التفاعل الاجتماعي. بالنسبة لميد، الحب ماشي شعور داخلي فقط، ولكن نتيجة للتفاعل والتواصل مع الآخرين والمجتمع. الحب وتشكيل هوية. ماد كان كيقول الإنسان كيبني هوية النفس ديالو من خلال العلاقات والتفاعل مع الناس. يعني الحب ماشي مجرد إعجاب بشخص، ولكن تجربة كتعكس الذات وكتساهم في البناء النفسي للشخص. مثلا مني كنكون في علاقة كتعلم كيفاش تعبر على مشاعرك، كيفاش تتفاوض، كيفاش تحترم الآخر، وكل هاد الشي كيصنع شخصيتك. الحب والتفاعل الاجتماعي. ميد كان كيأكد أن الحب كيجي من التواصل، المشاركة والتفاعل الرمزي بين الناس. يعني ماشي غير كلام أو رومانسية، ولكن فهم مشاعر الآخر، مشاركة الأهداف والأحلام، والتفاهم بدون كلام. أحيانا الحب كيبان كعملية نشاط اجتماعي مستمر، ماشي شعور مؤقت. الحب كمرآة للذات،
حسب ميد العلاقة العاطفية كتخليك تشوف نفسك في مرآة الآخر، كيفاش الآخر كيستقبل أفكارك ومشاعرك، كيفاش كتعلم من ردود أفعاله، وكيفاش كتبدل سلوكك باش تحافظ على العلاقة. هنا الحب كيولي طريقة باش الإنسان يكتشف النفس ديالو ويكبر داخليا. مثال من الواقع، تخيل معايا واحد الشاب وبنت دخلوا في علاقة حب، كل نهار كيتعلموا يفهموا بعضياتهم. الشاب تعلم يعبر على مشاعره دون خوف من الرفض، والبنت تعلمت تستمع وتفهم من دون حكم مسبق. العلاقة هنا ماشي فقط انجذاب، ولكن مساحة للتفاعل والتعلم وبناء الهوية الشخصية. الفكرة الأساسية عند ميد أن الحب ماشي مجرد شعور داخلي، ولكنه نتيجة للتفاعل الاجتماعي وبناء الهوية من خلال العلاقة. بالنسبة لإيرفين غوفمان، باش نفهموا الحب عنده خاصنا نبدلوا التركيز من المشاعر الداخلية إلى العرض الاجتماعي والتمثيل اللي كنقدموه للآخرين. غوفمان كان كيقول أن الحب والعلاقات العاطفية جزء من المسرح الاجتماعي اللي كنلعبوه كنا في حياتنا اليومية. الحب كمسرح، غوفمان كان كيقول أن الإنسان كيعرض النفس ديالو بطريقة معينة باش ينال القبول والحب. يعني الحب ماشي شعور فقط، ولكن طريقة كيبان بها الشخص للآخرين. في البداية ديال العلاقة كل واحد كيحاول يوري أفضل نسخة من راسو، مرات كيقدر يخفي بعض العيوب، كيبرر الصفات اللي كيعتقد أنها جذابة. هاد الفكرة سماها غوفمان بالعرض الأمامي. أما الجانب الداخلي والخاص فهو المنطقة الخلفية اللي فيها الإنسان كيبان حقيقيا بلا تصنع. الحب كأداء اجتماعي، غوفمان كان كيأكد أن العلاقات العاطفية كتطلب مهارات اجتماعية وتمثيل معين باش العلاقة تستمر. كيفاش كتصرف مع الشريك في الأماكن العامة أو بالنسبة للعامة، كيفاش كتبين اهتمامك وحنانك بلا مبالغة، وكيفاش كتحافظ على صورة العلاقة في العين ديال المجتمع. يعني الحب ماشي مجرد شعور داخلي، ولكن أداء يومي متواصل داخل السياق الاجتماعي. الحب والهوية، غوفمان كان كيقول العلاقات العاطفية كتساهم في إظهار جزء من الهوية اللي بغينا الآخر يشوفها، ولكن كتعكس كذلك القيم الاجتماعية اللي تعلمناها، تصورات ديالنا عن الرومانسية والعلاقات، والضغوطات الاجتماعية اللي كتأثر على سلوكنا العاطفي. مثال من الواقع، وتخيل معايا واحد الشاب وشابة بداو كيتعرفوا على بعضياتهم كل نهار في المقابلات واللقاءات. الشاب كيبين روح مرحة وحنونة، ولكن في الحقيقة داخله عصبي. البنت كتظهر أنها هادئة ومتفاهمة، ولكن مرات كتكون غاضبة وخا كتخبيها. غوفمان غادي يقول أن هاد الحب ماشي مجرد مشاعر صافية، ولكن هو مزيج بين العرض الاجتماعي، التفاعل، والتوقعات اللي كل واحد عنده مع الآخر. باش نفهموا الحب من منظور علم النفس العصبي، خاصنا نحاولوا التركيز من التحليلات النفسية والاجتماعية إلى العقل والجسم والمخ والأعصاب. في هذا المجال الحب ماشي غير شعور أو تفاعل اجتماعي، ولكن ظاهرة كيميائية ودماغية معقدة. الحب والدماغ، العقل ديال الإنسان كيكون فيه مناطق خاصة مرتبطة بالعاطفة، VTA، كتفرز الدوبامين اللي كيعطي الإحساس بالسعادة والمتعة. الحصين اللي هو الإيبوكومبيس كيخزن الذكريات بحال اللحظات الرومانسية والذكريات المشتركة.
اللوزية الدماغية اللي هي الأميغدالا كتحكم في المخاوف والانفعالات، وكتخلي الحب أحيانا محفوف بالتوتر أو القلق. الهرمونات والمسارات العصبية، الحب مرتبط بمجموعة من الهرمونات اللي كتأثر على السلوك والمزاج. أوكسيتوسين هرمون الترابط والثقة كيخلي الإنسان يحس بالأمان والحب تجاه الآخر. الفاسوبريسين كيأثر على التعلق والاستمرارية في العلاقة. الدوبامين كيخلي الحب يبان كمتعة وإدمان خصوصا في البدايات. سيروتونين كيوازن المزاج وكيقلل القلق أحيانا، كيأثر على الاستقرار العاطفي. الحب كإدمان بيولوجي، علم النفس العصبي كيبين أن الحب في البداية بحال إدمان المخ على الشعور بالسعادة. ملي كتكون مع الشخص اللي كتحبو المخ كيطلق الدوبامين وكيحس بالفرحة والنشوة. ملي كتكون غائب عليه كيبدا القلق والحاجة للعودة بحال الرغبة في المكافأة. الحب طويل الأمد والتعلق العميق، ملي العلاقة كتكون مستمرة الأوكسيتوسين والفاسبوروسين كيزيدوا الترابط العاطفي والثقة. المخ كيبدا يربط الشخص الآخر بالأمان بالاستقرار وحتى الإحساس بالهوية. يعني الحب طويل الأمد ماشي مجرد انجذاب، ولكن شبكة عصبية متطورة كتربط بين المشاعر الذاكرة والثقة. مثال من الواقع، تخيل معايا زوجين مع بعضهم سنوات طويلة، كل لقاء كل لمسة كل كلمة دعم كتزيد تقوي الترابط العصبي عندهم. من الواحد منهم كيكون غائب كيحس الآخر بالحنين والاشتياق، وهذا الشيء مفسر علميا بالمسارات العصبية والهرمونات. العلاقة هنا ماشي مجرد مشاعر، ولكن تركيب بيولوجي معقد كيخلي الحب مستمر ومتين. باش نفهموا الحب من منظور علم النفس المعرفي خاصنا نحاول التركيز على كيفاش الإنسان كيعالج المعلومات حول الشريك والعلاقة ديالو، وكيفاش الفكر كيأثر على المشاعر والسلوك العاطفي. الحب كعملية معرفية، علم النفس المعرفي كيشوف الحب ماشي غير شعور عاطفي، ولكن نتيجة للتفكير والتقييم. إنسان كيقيم الشخص الآخر، واش مناسب ليا، واش نقدر نثيق فيه، كيعطي معنى للأفعال والمواقف، شي كلمة تصرف أو ابتسامة كيتم تفسيرها وكيولي عندها قيمة عاطفية. يعني الحب كيبدا من الملاحظة والتقييم المعرفي قبل ما يتحول لشعور قوي. التصورات والمعتقدات، الحب كيكون مرتبط بالمعتقدات اللي عند الإنسان على العلاقات والعاطفة. إذا كنت كتعتقد أن الحب صعب أو مؤلم، ممكن تصرفاتك مع الشريك تكون حذرة أو دفاعية. إذا كنت كتعتقد أن الحب كيحتاج تواصل وصدق في العلاقة، غالبا غادي تكون صحية وأكثر توازن. الحب والتشوهات المعرفية، علم النفس المعرفي كيبين أن بعض العلاقات الغير صحية كتجي من أخطاء معرفية. التعميم السلبي، كل الشركاء غادي يجرحوني. التفكير القطبي، إلى دار غلطة يعني ما كيبغينيش. الإسقاط، كتنسب للشريك مشاعر أو نوايا ما عندوش. هاد الأخطاء كتخلي الحب مؤلم ومليء بالتوتر. الحب الصحي والمعرفي، العلاقات العاطفية الصحية كتكون نتيجة وعي معرفي، كتعرف كيفاش تفسر تصرفات الشريك بلا مبالغة، كتفرق بين الحقائق والتصورات الداخلية، كتقدر تحل النزاعات بطريقة منطقية وهادئة بلا ما تخلي العاطفة تسيطر فقط. مثال من الواقع، تخيل معنا شاب وشابة كيتعرفوا على بعضهم. الشاب لاحظ أن البنت كتضحك عليه بزاف، وبدل ما يفسر هاد الضحك بطريقة خاطئة
فكر هي كتسول وتشجع، هذا إيجابي. البنت لاحظت أن الشاب كيحاول يفهمها ويصبر في الأوقات الصعبة. هاد التفسير المعرفي للعلامات والسلوكيات كيخلي الحب ينمو بطريقة صحية وأكثر استقرار. الفكرة الأساسية عند علم النفس المعرفي هو أن الحب ماشي مجرد شعور تلقائي، ولكن نتيجة للمعالجة عقلية واعية للتجارب، التفاعلات والمعتقدات. دابا شفنا أن الحب ماشي غير شعور بسيط. فرويد قال لينا أن الحب كيطلع من اللاوعي، من تجارب الطفولة. مرات كنحبوا الأشخاص كيعكسوا الجروح القديمة ديالنا. يونغ وضح لينا أن الحب كيشبه رحلة لاكتشاف النفس، وأن كل واحد كيطيح في الشريك اللي كيمثل النصف المفقود عنده. أدلر ركز أن الحب غالبا كيجي من الشعور بالنقص، وأن الإنسان كيقلب على الشريك يعوض ليه هاد النقص. فروم عطانا الحب كفن وفلسفة الحياة، كيحتاج الصبر والوعي وعطاء مستمر. ماسلو ربط الحب بتحقيق الذات، يعني الحب كيخليك تكبر وتعيش حياة متوازنة. وبوبي وينيكوت بينوا أن الحب مبني على الأمان والارتباط العاطفي اللي تعلمناه في طفولتنا، وكيأثر على قدرتنا على الحب لاحقا. دوركيم وماكس فيبر وميد وغوفمان وضحوا أن الحب عنده بعد اجتماعي، القيم والتمثيل اللي كنقدموه في العلاقات. علم النفس العصبي بين لينا أن الحب كيشتغل بالدماغ والهرمونات بحال الدوبامين والأكسيتوسين اللي كيعطيو الإحساس بالسعادة والترابط. علم النفس المعرفي شدد على أن الحب كيتأثر بطريقة التفكير والتفسير ديالنا لسلوك الشريك وللظروف المحيطة. يعني الحب هو مزيج بين النفس، الدماغ، المجتمع والثقافة، وكل علاقة هي رحلة معقدة ومثيرة في الحياة كل واحد فينا. دابا بغيت نسولكم، شنو أكتر حاجة في الحب كتشوفوها صعبة؟ واش التعلق الزائد، الخيانة، أو فهم الشريك؟ كتبوا لي في الكومنتيرات تجاربكم وأفكاركم، وحاولوا تشوفوا الحب من هذه الزوايا المختلفة. واخا كنتو كتعيشوا علاقة أو بغيتوا تفهموا الحب، هاد الفيديو غادي يخليكم تشوفوا الأمور بطريقة جديدة.